لما غادرت المستشفى الذي أجريت فيه العملية، كانت في جيبي ورقة كتب عليها بعض الأدوية، فذهبت إلى البيت وأنا كل راحة وارتياح. وفي صباح قمت سعيدا أغني وأصفر وأتناقش مع الخادمة. جاء صديقي أحمد السنوسي فتبادلنا الحديث حول عدة أشياء، ولما ذهب جلست للكتابة وفجأة رن التليفون. أريد الآن قطع هاته اليد التي امتدت ورفعت السماعة. يقول مثل بربري: اليد التي تخرج من الجيب قبل أن يفكر العقل يجب قطعها. لا أدري هل لهذا المثل الذي سقته علاقة بالموضوع أم لا، المهم هو أني كتبته. ألو، شكون؟ ألو، العربي؟ إيه هو هذا، شكون بغاه؟ أنا نعيمة اللي كنت معك في السبيطار، عقلتي عليا؟ نعيمة، إيه عقلت عليك. قلت هذا بشكل عفوي بينما أنا أحاول تذكرها، فكان ذلك بدون جدوى، وتشعب حديثي معها وأنا أحاول اقتناصها، بينما هي ترد ضاحكة وتتمنى وتعتذر. وبرها قالت: ما فراسك والو، اش واقع ليك؟ اش بغى يوقع ليا؟ يا ناري يا الصقع، راهم لقاو فيك المرض الحي، كالبرق على العين، كالظلام، كالاختناق. تعوذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت مازحا: ماذا تقولين يا نعيمة؟ كفاك استهزاء بي. أقسم لك بالله بأني سمعت هذا من فم صديقك الطبيب ومساعده. ماذا سمعت؟ أنهم أجروا تحاليل للعينات التي أخذوها منك فوجدوها مصابة. ارتخت يدي قبل أن ترخي السماعة. عرق بارد، خوف، شعور بالبكاء، ثم إغاثة من العقل. ربما قد تكون تلك الفتاة أرادت التهكم بي. أرجعت السماعة إلى مكانها، ثم استلقيت معلقا عيني بالسقف. رباه، ما هذا النبأ؟ إنه نبأ قاس. رباه، إن هذه الكلمة كلمة السرطان لم تتردد في عقلي طيلة ما مضى من حياتي. نحن البدو أعطينا للسرطان أسماء أخرى كالمرض الحي أو المرض الخبيث. في طفولتي أخذتني أمي أنا وأخي عند أحد الأطباء في مدينة ستات، فكانت هنالك امرأة قوية وبدوية تقف مع رجل وهما يتحدثان مع الطبيب، وقد لبست تلك المرأة فقية وأنزلت أحد أكمامها من على كتفها، وظهر ثقب في عنقها تماما في المكان الذي أزلت منه تلك الأكياس المائية. وشاهدت واقعة مضحكة وقعت لأبي رحمه الله، وهي أنه كان قد وجد كيسين في ظهره أراهما لي، فقلت له لا بد من الذهاب عند الطبيب، وكان أبي يكره هذا، فقال لي سنذهب غدا إن شاء الله. وبيت عزمي على أخذه في الغد. وفي الصباح لما ذهبت إلى غرفته قال لي بأنه قد شفي من ذلك وأنه أجرى العملية لنفسه. كيف كان ذلك؟ الأمر كان سهلا بالنسبة له، ومع شيء من الصبر وشراء ربع كيلو جير ونصف بصلة حمراء. تضع البصل فوق الكيس ثم تضع فوقها الجير،
فيكون البصل يجر الصديد ويفتح الكيس والجير بعين البصل في الحرارة التي تفتح الجلد لخروج الصديد أو السائل الموجود في الكيس. أراني ظهره وهو يضحك من دهشتي، فكان بالفعل ما قاله. سمعت بهذا المرض الذي أصبت به لما رأيت المرأة، وقالت أمي إنه المرض الخبيث، وسمعت اسمه للمرة الثانية، لكن هذه المرة أسمعه باسم الكونسير، وهي كلمة مأخوذة عن التسمية الفرنسية. ناري يسقع راهم لقاو عندك الكونسير. أواه، ما هذا؟ ماذا قالت هذه المرأة؟ تلفنت لعمر السيد وأخبرته بما قالت الفتاة، لكن رده لم يقنعني، فلقد قال إنه مرض العباقرة، والمفكرون الكبار هم الذين يصابون ويموتون بالسرطان. لم أدري هل كان يستهزئ بي أم كان يتكلم من قلبه وعقله. على كل حال أجبته أنا كذلك قائلا: أنا لا أتمنى لك أن تكون من العباقرة حتى لا تصاب به. لم يفدني عمر بشيء، اللهم ببعض النكت عن المرض والأطباء كنت في غنى عنها وأنا في تلك الحال. في الغد ذهبنا عند الطبيب أنا وعمر السيد وأخوه، فأخبرنا بحقيقة الفاجعة.